ساوثهامبتون خارج ملعبهم ب3 أهداف مقابل هدفين في 19 من شهر أكتوبر. ولكن الأهم بأن التجربة الأولى لفان نيستلروي مع فريق الجديد ليستر سيتي جاءت بنجاح وب3 أهداف. نعم، بلال الخنوس اللاعب المغربي الذي يلعب لليستر تمكن من صناعة الهدف الأول، تسجيل الهدف الثاني، يعني قدم أداء جدا ممتاز في المباراة. أكيد أظن أحد أفضل مبارياته مع فان روسول، أكيد أعطاه ثقة أكثر وأصبح اللاعب أساسي. لعب أول مباراة لكن كان يمكن مع المدرب السابق لم يحظى بثقة ولم يحظى بدقائق أكثر، لكن شيء جيد بالنسبة لي. لاعب عنده 20 سنة، منتقل من دوري بلجيكي، كان اختير كأحد أفضل اللاعبين الواعدين في بلجيكا لسنتين. لاعب عنده مهارة، لاعب عنده السرعة، لاعب ذكي، لاعب تحركاته كذلك ذكي، يلعب وراء الخطوط، يلعب تحت الضغط بشكل جيد، لاعب عنده رؤية الملعب وعنده تمريرات كذلك، تمريرات حاسمة جدا. وشفنا تمريرته للاعب فاردي هنا، عملية طلب الكرة والتسديدة بشكل جيد. لو شوف الزاوية يا كابتن اللي وضع فيها الكرة، التسديدة جدا ذكي، أنه اعتقد الحارس أنه سيلعب في الزاوية البعيدة، لكن مع تواجد المدافعين لعبها في الزاوية القريبة. وهنا اللاعب ذاك اللي دخل كذلك مع ضعف كثير للاعبين المدافعين. صحيح. وطريق ويست هام عنده علامات استفهام كثيرة في ظل الدفاع السيء. كان عنده مدافع جيد نايف خلاه يروح الإعارة لريال سوزاد، وهو يحتاج مدافعين. تعطيك مدى العشوائية في اتخاذ بعض القرارات، خصوصا لوبيتيغي لم يقدم أي شيء لويست هام صراحة. طبعا شاهدنا الخنوس اللي كان متميز. هذا اللاعب إذا يحضر على المستوى البدني ويكون جاهز بدنيا، أنا أعتقد أنه قادر يتطور وقادر أن نشاهده يمكن في المستقبل في أندية كبيرة، لأنه لاعب شاب، لاعب لديه إمكانيات، وأهم شيء أنه المهارة الفنية واضح أنه لديه الإمكانيات، رؤية ممتازة في الملعب. شاهدنا الإمكانيات التي قادر يطورها، شاهدناها كذلك مع المنتخب المغربي وهو لا يلعب كأساسي لكن يدخل ويقدم الإضافة. فأنا أعتقد أنه هذا اللاعب قادر أن يقدم الإضافة إضافة للتغييرات اللي صنعت الفارق. ومنها فريق ممكن مع مويس كان أفضل على المستوى البدني، على المستوى الفني، كان يعتمد أكثر على اللاعبين. اليوم شاهدنا لاعبين أساسيين ولاعبين اللي ممكن يغيروا النتائج. نعم. بحال باكيتا، بحال أنطونيو، كلهم على بقاعد البدلاء. أظن أن المدرب يتحمل مسؤولية النتائج ويست هام. نعم. المقابل فان نيستلروي بداية ولا أروع، دائما فوز في أول بدايات وأول مشوار، والآن عنده مباراة كذلك الملعب. المباراة المقبلة إذا ما فاز فوز ثاني أكيد سيعطي ثقة أكثر، وبالتالي يستمر في العمل بشكل جيد. ممتاز. هذا تذكير المشاهدين الاعزاء بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، حيث ليفربول في صداره الترتيب ب 34 نقطه، ثانيا ارسنال، ثم تشيلسي، برايتون، مانشستر سيتي، نوتنغهام فورست، توتنهام، برينفورد، مانشستر يونايتد، ثم فولهام في المرتبه العاشره. وما يهمنا في هذه الصفحه هو ويست هام وليستر سيتي، لا تغيير في المراكز ولكن تقدم جيد بالنسبه لليستر سيتي، حيث اصبح في المرتبه ال15 ب13 نقطه. تركنا المواجهة تنتهي بتقدم مستحق لليستر سيتي بالأهداف ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ولكن ويست هام لم يكن بذلك الفريق السيء بشكل كبير، ولكن النتيجة لا تعكس ما حدث من عوامل فنية داخل الملعب. هو فوز مهم، هو الفوز لفان نيستلروي كمدرب لفريق ليستر. أكيد يعطي ثقة دائما أي مدرب في أول مباريات يريد تحقيق الفوز، لأن الفوز كما قلت يعطي اطمئنان ويعطي أريحية في الاشتغال فيما تبقى من المباريات المقبلة والإعداد بشكل أفضل. شوط جيد مع بداية المباراة، هنا تمرير اللاعب الخنوس للاعب فاردي يسجل الهدف الأول في أول دقيقة من المباراة. الكل اعتقد أنها تسلل، لكن بعد العودة إلى الفار الهدف كان صحيح. وهنا مع بداية الشوط الثاني تألق كبير للاعبنا المغربي بلال، اللي قدم اليوم أحد أفضل مبارياته مع تسجيله للهدف الثاني في توقيت مهم جدا، تقريبا في الدقيقة 60 من المباراة، من أحد أفضل مبارياته. وهنا الهدف الثالث للاعب المهاجم داكا اللي دخل في الشوط الثاني بعد مراوغته للمدافع والتسديدة في الزاوية ضيقة للحارس فابيانسكي، يسجل الهدف الثالث. ثم يأتي بعد ذلك هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب فولكورك
سجل هنا هدف نعم. الأول لفريق ويست هام 3-1. فوز مهم وجيد في توقيت مهم جدا. ممتاز. في مباراة أخرى أيضا كريستال بالاس ينتصر على إبسويتش تاون بهدف مقابل لا شيء. حاتم، يعني الانتصار كان مهم لكريستال بالاس، يخرج هذا الفريق من قاع الترتيب الى مركز 16 ويلعب سويتش في مركز 19 9 نقاط 12 نقطة. متى تسجل هذا الهدف دقيقة 59 استطاع يحافظ عليه. بالنسبة لكريستال بالاس ما يمر به كذلك أنه فترة صعبة للخروج من قاع الترتيب. أعتقد أنه انتصار مهم لكريستال بالاس. نعم. هل تتفق حاتم معي بأنه نتيجة مباراة ليستر سيتي أمام ويست هام لا تعكس ما حدث في المباراة؟ صحيح بأنه ليستر هو من سجل 3 أهداف وانتصر وحصل على 3 نقاط، ولكن ويست هام لم يكن بذلك الفريق السيء، لم يكن بذلك الفريق الذي لم يستطع الوصول للمرمى أكثر من مرة. أنا دائما أعيد أن كرة قدم هي في الأخير أنه ترجمة السيطرة، ومن أجل أنت تسيطر وتلعب باستحواذ تحاول أن تستغل من أجل تسجيل الأهداف. اليوم ويست هام عجز عن تسجيل الأهداف، يعني هنالك إشكال في الفريق. وأنا أعتقد أنه لوبتيجي لم يطور الفريق من هذا الجانب، لأنه هو تم استخدام وقالة المدرب السابق ديفيد مويس من أجل أن الفريق لديه بعض الإمكانيات الجيدة، ولكن لم يستطع أن يطور الفريق من جانب الإيجابي. لأن ويست هام اليوم من المفروض أن يعد من 6-7 فرق التي قادرة أن تتقدم وتتطور وتتحسن. نعم. على المستوى الأداء اليوم لما نتكلم على ويست هام يقبع في مركز 14 و15 نقطة، أعتقد أنه هذا فشل للوبتيجي من تحسين الفريق على النتائج. فنأتي للفريق هنا ليس هنالك ثبات على الأداء وليس هنالك استقرار في النتائج، فنأتي بخزيمة ب5 أهداف ثم تنهزم أمام ليستر الذي يعاني على المستوى الأداء. وكانت ردة فعل للاعبين لا أحد يشك أن المدرب جديد لا أعتقد أنه غير الكثير، لكن لعب على المستوى الذهني على المستوى التحفيز مع تغييرات بسيطة في التشكيل. ذاك لاعب سريع ولما غير وقدم الإضافة. لن نأتي إلى ويست هام فأكيد أن المدرب اليوم يتحمل المسؤولية إلى غاية الآن. وأعتقد أنه كذلك أنه منصبه سيقعد في محك الآن، لأن الفريق لا يقدم ما مطلوب. أن تقدم تلعب بداية جيد فلا بد أن يطلع النتيجة. وأعتقد أن ويست هام لا يحقق الاثنين معا. دعونا نستمع معكم مشاهدينا الأعزاء صاحب الهدف الوحيد لويست هام يونايتد نيكولاس مادي كان عن طريق فاردي، لنشرح مرة أخرى هل كان في موقف تسلل أو لا. الكاميرا التي أخذت منها هذه اللقطة هي الكاميرا التي لا تشرح حالة التسلل بالشكل الصحيح 100%. هي جرت العادة أن تؤخذ من الكاميرا الأخرى، ولم يتم رسم الهدف أو رسم الحالة من قبل غرفة الفار بالرسم الصحيح حتى توضح أنها في تسلل أو ليست تسلل. هو شنو القرار خاطئ؟ القرار خاطئ. نعم. من عندنا احنا. لا لا من عندهم هم من غرفة الفار. القرار هذا كيف هذا القرار هو اللي خذوا القرار قالوا اونسايد. اوكي معلش. انت تتكلم على قرار اللي اتخذ من الفار. هو اكيد الحاله هذه تولي اعاده بالله مره ثانيه. الحاله اللي اخذوها من الفار الحاله هذه سليمه، ما الاشكال في الحاله هذه؟ ما نعرفش. هذه الحاله هذه هو اونسايد. هذه الحاله ما فيهاش تسلل. هذه الحاله لا توجد فيها تسلل. كتف يا كابتن. القدم لا يوجد اوفسايد اطلاقا. طيب حتى الكتف لا توجد اوفسايد. وعندنا احنا نفس اللقطه من كاميرتنا احنا يا كابتن. من كاميرتنا احنا. خليني كاميراتنا نعطوها الفار ونقول له وراه. لا شوف يا كابتن شوف يا كابتن هو لا هذه من اللقطه من عندنا احنا. شوف يا كابتن هذا الرسم من عندنا. لا رسم هذا الرسم ايوه خاطئ. لماذا خاطئ؟ لانه لا تنظر للممرر. صح. لا تنظر اللي عنده الكرة. اوكي. لازم الصورة لا تأخذ لوحدها، لازم تأخذ اللي عنده الكرة. طيب عشان تكون شوف يا كابتن هنا اللاعب لحظة دقيقة بس. اوكي. هنا قام بالتمرير. اوكي. انتهى الموضوع. خرجت الكرة من قدمه. اوكي. شوف كتف اللاعب يا كابتن. انت بس عينك على كتف اللاعب وخروج الكرة من اللاعب الممرر. ايش رايك بالله؟ عاوز تقنعني ان هذه تسلل؟ نعم. بل خلاص تسلل. احنا يا كابتن بنعرض احنا نعرض الامكانيات اللي موجوده ونشوف. لا هو على كل حال صعب انا تشوف. على كل حال هي حاله نوعا ما فيها صعبه، قادر ان تكون تسلل. في الاخير ما دام اللي مر الخنوس احد طيب هذا الهدف مشاهدينا الاعزاء الذي سجل من قبل ليستر. ويست هام الذي تحصل ايضا على العديد من الفرص في شوط المباراه الثاني.